حبايبي طلاب الصف الاول الثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معكم مستر محمود نصار، ومكملين مع بعض ان شاء الله سلسله فيديوهات نشرح فيها منهج التاريخ للصف الاول الثانوي. وبدون اي مقدمات يلا بينا النهارده ان شاء الله مع بعض مع تاني درس معانا في الوحده الثانيه بعنوان الحياه الاقتصاديه. اعذروني يا جماعه معلش على التاخير في الفيديو ده، ولكن زي ما انتم سامعين الصوت الواحد تعبان شويه كده، فاللهم لك الحمد، ربنا يشفينا ويشفي الجميع. بصوا يا شباب، احنا النهارده باذن الله هنبدا نتكلم مع بعض على تاني درس معانا في الوحده الثانيه، واللي بنتكلم فيه عن الحياه الاقتصاديه عند المصري القديم. كلمه الحياه الاقتصاديه دي معناها ايه؟ دي معناها الشغل اللي المصري القديم كان بيشتغله زمان. طب واحده واحده بس كده، هو المصري القديم علشان يشتغل مش محتاج موارد طبيعيه يبدا يشكلها ويبدا يشتغل بيها في اي مجال اقتصادي؟ اقول لك طب هل المصري القديم كان عنده موارد طبيعيه؟ اقول لك كتير. ربنا سبحانه وتعالى يا شباب وهب مصر موارد طبيعيه كتير جدا جدا جدا. قدر المصري القديم ان هو يستغلها في اكتر من مجال اقتصادي. احنا لما نيجي نبص على الحياه الاقتصاديه عند المصري القديم هنلاقي ان المصري القديم كان شغال في مجال الزراعه، وكمان كان شغال في مجال الصناعه، وكمان كان شغال عندنا في مجال التجاره. طب واحده واحده بس، هو ايه اللي خلى المصري القديم يشتغل في مجال الزراعه؟ اقول لك على طول وجود نهر النيل. يعني معنى كده ان وجود نهر النيل هو اللي ساعد المصري القديم على قيام حرفه الزراعه. اقول لك برافو عليك. واوعى تنسى كمان ان انت عندك نهر النيل ده يعتبر من اهم العوامل اللي ساعدت على قيام اقدم حضاره زراعيه في العالم، وهي الحضاره المصريه القديمه. لا وكمان نهر النيل من العوامل اللي ساعدت المصري القديم ان هو يبني اقتصاد قوي، يعني بلده تكون غنيه. يعني معنى كده ان برضو نهر النيل ده يعتبر احد عوامل التنميه الاقتصاديه في مصر زمان. واوعى تنسى ان مجال الصناعه المصري القديم اشتغل فيه بفضل وجود الثروه المعدنيه اللي هي الاحجار والمعادن، اللي كانت سبب في نهضه مصر في مجال العماره ومجال الفنون. اما مجال التجاره المصري القديم اعتمد على الموقع المتميز اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبه لمصر، وكمان سواحل مصر اللي بتطل على البحر المتوسط في الشمال او حتى على البحر الاحمر في الشرق. يعني معنى كده ان احنا عندنا زراعه ساعد على قيامها نهر النيل، عندنا صناعه ساعد على قيامها الثروه المعدنيه الاحجار والمعادن، عندنا تجاره ساعد على قيامها موقع مصر الجغرافي وكمان سواحلها. واوعى تنسى ان الموقع يا شباب ده مهم جدا جدا في اتصال مصر حضاريا وتجاريا مع باقي حضارات العالم اللي كانت موجوده في الوقت ده. طب تعالى كده واحده واحده نبدا نتكلم عن الزراعه وعن الصناعه وعن التجاره كمان. اول حاجه عندنا يا شباب وهي الزراعه. خلي بالك ان الزراعه كانت تعتبر يا شباب اساس رخاء مصر وثروتها كمان. يعني الزراعه هي اللي مخليه مصر دوله غنيه واقفه على رجليها. كمان الزراعه زمان كانت تعتبر من اهم مصادر الدخل القومي، لذلك المصري القديم يا شباب ارتبط بالارض الزراعيه بتاعته وبدا يدافع عنها ضد اي اعتداء. لا وكمان المصري القديم بفضل الزراعه كان بيعتبر ان بلده دي خير الاوطان، يعني خير البلاد. يعني معنى كده يا مستر ان الزراعه دي هي اللي علمت المصريين الولاء والانتماء. اوعى تنساها علشان دي مهمه. يبقى عارف المصري القديم الولاء والانتماء بفضل ايه؟ تقول لي على طول بفضل حرفه الزراعه. ليه؟ لان حرفه الزراعه هي اساس ثروه البلاد ورخائها، وحرفه الزراعه هي اهم مصادر الدخل القومي. لذلك المصري القديم ارتبط بالارض بتاعته ده انتماء وبدا يدافع عنها، وكمان اعتبرها خير الاوطان، ده الولاء والانتماء لمصر. طيب دي اول حاجه عندنا. هنبدا نتكلم بقى في ايه بعد كده عن الزراعه؟ اقول لك احنا هنبدا نتكلم عن 4 حاجات. اول حاجه هبدا اتكلم عليها هي المحاصيل الزراعيه اللي المصري القديم كان بيزرعها زمان. تاني حاجه هبدا اتكلم عن ملكيه الاراضي الزراعيه، وبعد كده هبدا اتكلم عن دور الدوله في تنميه الزراعه، واخر حاجه هو تربيه الحيوانات والصيد في مصر قديما. طب تعالى كده واحده واحده نبدا نتكلم عن
اول حاجه معانا وهي المحاصيل الزراعيه. خلي بالكم يا شباب ان مصر زمان كان عندها تنوع كبير جدا في المحاصيل، واوعى تنسى ان تنوع المحاصيل ده يا شباب كان بسبب تنوع المناخ. اوعى تنسى السؤال ده علشان مهم جدا. يبقى مصر زمان كان عندها تنوع في المحاصيل، ده بسبب ايه؟ تقول لي على طول بسبب تنوع المناخ. مصر يا شباب زمان كانت تقريبا بتحقق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل. يعني ايه يا مستر اكتفاء ذاتي؟ يعني ما بنحتاجش حاجه من حد، ما بنشتريش حاجه من بره، الا لو لا قدر الله في الفترات اللي مصر فيها بتتعرض لكوارث والا في الفيضان. طب مستر ايه هي بس الاول اهم المحاصيل الزراعيه اللي المصري القديم كان بيزرعها، وعرفني ازاي المصري القديم حافظ على المحاصيل دي كلها؟ سهله. اول حاجه هنبدا نتكلم عليها في المحاصيل هي الحبوب، ودي اهم حاجه. ليه؟ لان المصري القديم كان بيعتمد عليها كغذاء اساسي. زي ايه؟ اقول لك زي القمح وزي الشعير، والقمح اهم. تاني حاجه وهي البقوليات زي العدس والترمس. اقول لك كمان المصري القديم عرف زراعه نباتات الالياف، يعني النباتات اللي بيستخدمها في صناعه المنسوجات. زي ايه؟ اقول لك زي صناعه الكتان. عذرا يا شباب معلش، بس عشان الواحد تعبان فمش هقعد كل شويه اقطع في الفيديو، فحقكم عليا. يبقى المصري القديم عرف زراعه نباتات الالياف زي ايه؟ تقول لي زي الكتان اللي كان بيستخدمه في صناعه المنسوجات. كمان المصري القديم عرف زراعه النباتات الزيتيه اللي كان بيعصرها ويبدا يستخدم منها الزيوت. زي ايه؟ اقول لحضرتك زي السمسم. كمان عرف زراعه الخضروات زي البصل، الثوم، الخس، دي كلها خضروات. وكمان المصري القديم عرف زراعة الأشجار المثمرة، الفواكه. زي إيه؟ أقول لك زي البلح والعنب والتين، دي كلها يا شباب محاصيل المصري القديم زرعها زمان. معنى كده إن إحنا عندنا تنوع في المحاصيل. تنوع المحاصيل ده بيرجع لإيه؟ تقول لي على طول بسبب تنوع المناخ. طب مستر هو إزاي المصري القديم كان بيقدر يحافظ على كل المحاصيل دي خاصة القمح؟ أقول لحضرتك المصري القديم بدأ يعمل حاجة اسمها الصوامع. ايه هي الصوامع؟ الصوامع ده يا شباب عبارة عن بناء مخروطي زي ما احنا كده شايفين في الصورة. البناء ده كان بيكون لي سلم من هنا كده العامل يطلع عليه، وهنا في فتحة بيبدأ العامل يحط منها الحبوب اللي هو القمح، وكمان كان في فتحة كده من تحت العامل بيبدأ يفتح الفتحة دي لو محتاج من الصومعة أي حبوب. يعني معنى كده إن المصري القديم بنى الصوامع علشان يحافظ على الحبوب اللي هو القمح. اقول لك لذلك في تعريف الصوامع بنقول يا شباب انها اماكن لجمع وحفظ الغلال. الغله اللي هو المحصول اللي انا قايل لك عليه اللي هو ايه؟ اللي هو القمح. طيب دي يا شباب كانت بتتبني على شكل مخروطي زي ما انا لسه موضح لك، ليها فتحه من الاعلى العامل بيطلع على سلم علشان يحط منها الحبوب، وبعد كده ليها فتحه من الاسفل العامل بيفتحها علشان ياخد منها الحبوب وقت الحاجه. واوعوا يا شباب تنسوا ان المصري القديم حقق فكره الامن الغذائي عن طريق انشائه للصوامع دي. يعني ايه كلمه الامن الغذائي؟ يعني قدر يحافظ على المحصول بتاعه علشان يبدا يستخدمه وقت الحاجه. ده اللي احنا بنقول عليها فكره الامن الغذائي. يبقى احنا هنا يا شباب في المحاصيل الزراعيه عندنا اكتر من حاجه لازم نقف قدامها. واحد، ان احنا كان عندنا تنوع في المحاصيل الزراعيه، ده بسبب ايه؟ تقول لي على طول بسبب تنوع المناخ. تاني حاجة ان المصري القديم قدر يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب عن طريق ايه؟ تقول لي عن طريق انشاء الصوامع. كمان المصري القديم قدر يحقق فكرة الامن الغذائي، ان هو يحافظ على المحصول بتاعه علشان يستخدمه وقت الحاجة. ده برضه قدر يحققه من خلال ايه؟ تقول لي من خلال الصوامع. طب دي اول حاجة معانا يا شباب وهي المحاصيل الزراعية. تعال بقى نبدأ نتكلم عن الأراضي اللي كانت بتتزرع.
هي الأراضي دي كانت ملك لمين؟ أقول لحضرتك إن كل الأراضي الزراعية كانت ملك للدولة، يعني ملك للفرعون، ودي احنا بنقول عليها ملكية عامة. بقول عليها ايه؟ ملكية عامة. يبقى ملكية الأراضي عموما في مصر يا شباب كانت مملوكة للفرعون، وكان الفلاح الغلبان بيزرع الأرض دي ويبدأ يدي معظم المحصول بتاعه أو الجزء الأكبر منه للدولة على هيئة ضرائب. معنى كده إن الموضوع ده يفتقد لإيه؟ تقول لي على طول يفتقد للعدل، لأن المصري القديم لا يمتلك الأرض اللي هو بيزرعها، ولكن هو يدوب بس بيزرعها وبيطلع جزء كبير من المحاصيل لمين؟ للدولة. ولكن زي ما احنا كان عندنا كل الأراضي ملك للفرعون، الفرعون برضو كان بيخصص بعض الأراضي لكبار الموظفين وكمان للجنود المخلصين ليه. لذلك تاني نوع من أنواع الملكية الزراعية هي الملكية الخاصة. يعني ايه ملكية خاصة؟ يعني عبارة عن مساحة من الأرض الفرعون بيديها يا إما لكبار الموظفين يعني جانب سياسي، يا إما للجنود المخلصين ليه يعني جانب عسكري. طب ليه ده كله؟ أقول لك والله يا إما تقديرا ليهم يا إما كمان لولائهم ليه. يبقى معنى كده إن أنا عندي كل الأراضي الزراعية ملك للفرعون، ولكن الفرعون كان بيدي بعض الأراضي لكبار الموظفين اللي هو جانب سياسي، وكمان للجنود المخلصين اللي هو جانب عسكري. ليه؟ يا إما تقديرا ليهم يا إما لولائهم. يعني معنى كده يا شباب من الجزئية اللي احنا خدناها على طول نفهم ان نظام الملكية الزراعية زمان كان بيفتقد للعدالة الاجتماعية. ما عنديش عدالة. ليه؟ لأن كل الفلاحين بيزرعوا الأراضي وبيطلعوا الجزء الأكبر من المحصول كضرائب للدولة، في حين ان احنا عندنا بعض الناس اللي هم كبار الموظفين والجنود المخلصين بياخدوا مساحة من الأرض سواء ليهم أو لوراثتهم من بعدهم. يعني معنى كده إن أنا ما عنديش عدالة اجتماعية. خلي بالك إن إحنا كان عندنا نوع من الأراضي الفرعون بيبدأ يخصصه للمقابر وللمعابد. يعني إيه؟ يعني عندي حتة من الأرض بقول إن المحصول اللي هيخرج منها هيتصرف بيه على المقابر ويتصرف بيها على المعابد. طب مستر مين اللي كان بيشرف على الأراضي دي؟ أقول لك الكهنة. معنى كده ان الاراضي اللي انت بتتكلم عليها دي ارتبطت بالجانب الديني. اقول لحضرتك طب ملكية الاراضي دي احنا بنقول عليها ايه؟ اقول لك بنقول عليها ملكية الاوقاف. يبقى ملكية الاوقاف هي عبارة عن اراضي مخصصة لايه؟ تقول لي للانفاق على المعابد والمقابر. اوعى تنسى ان ملكية الاراضي دي ارتبطت بالجانب الديني. يبقى احنا دلوقتي فهمنا يا شباب من ملكية الاراضي في مصر زمان ان انا عندي كل الاراضي ملك للفرعون. الفلاح بيزرع الارض بيطلع المحصول او جزء كبير منه على هيئة ضرائب للدولة. الفرعون كان بيدي بعض الاراضي لكبار الموظفين وللجنود المخلصين تقديرا ليهم وكمان لولائهم. قلت لك ان الملكية الخاصة اللي هي تاني نوع دي ارتبطت بالجانب العسكري وكمان بالجانب السياسي. تالت حاجة قلت لك ان جزء من الاراضي كنا بنخصصه للإنفاق على المقابر والمعابد. قلت لك إن الملكية دي بنسميها ملكية الأوقاف، وعرفتك إن دي ارتبطت بالجانب الديني. اوعوا تنسوا يا شباب إن إحنا عندنا هنا ملكية الأراضي الزراعية كلها كانت لمين؟ للفرعون. أما بقى في بلاد العراق زي ما هنعرف إن شاء الله في الترم الثاني في أول درس وإحنا بنتكلم عن حضارة بلاد الرافدين، هنعرف إن الأراضي الزراعية كانت ملك للأفراد. فمعنى كده بنقول إن اختلف نظام ملكية الأراضي الزراعية في مصر عن بلاد العراق. اوعى تنساها علشان برضو جزئية مهمة. يلا بقى بينا دلوقتي يا شباب مع بعض نبدأ نتكلم عن ثالث حاجة في الزراعة، وهي دور الدولة في تنمية الزراعة. خلي بالكم يا شباب إن كل الحكومات اللي مرت على مصر سواء في عصر عتيق أو دولة قديمة أو دولة وسطى أو دولة حديثة كانت بتهتم جدا جدا بمجال الزراعة. طب ليه؟ لأن أنا لسه قايل لك من شوية
ان هي كانت اساس رخاء البلاد وثروتها، كمان كانت تعتبر من اهم مصادر الدخل القومي. ولكن اهم الحكومات اللي اهتمت عندنا بمجال الزراعه يا شباب هي الحكومات بتاعت عصر الدوله الوسطى. اوعى تنسى ان خلال عصر الدوله الوسطى بدات الحكومات تهتم بالزراعه عن طريق اكتر من حاجه. طب واحده واحده كده نبدا نفهم ايه الحاجات اللي بتوضح لنا اهتمام حكومات الدوله الوسطى بالزراعه. اول حاجه عندنا ان هم بداوا يعملوا مشروعات للري. يعني ايه؟ يعني يبداوا يعملوا مشروعات زي حفر الترع وغيره علشان يوصلوا ميه نهر النيل للاراضي الزراعيه. لا وكمان كانوا بيزودوا عندنا مساحه الاراضي الزراعيه. واوعى تنسى الحته اللي جايه دي علشان فيها جزئيه مهمه، ان احنا عندنا زياده مساحه الاراضي الزراعيه دي احنا بنقول عليها توسع رأسي. اما لما نزود الانتاج بتاع الارض الزراعيه ده بنقول عليه توسع افقي. يبقى ازود انتاج ده توسع افقي، ازود مساحه الارض علشان ازرع عليها ده بقول عليه توسع رأسي. يبقى انت عندك تاني حاجه بتوضح لنا ان حكومات عصر الدوله الوسطى بتهتم بالزراعه هي زياده مساحه الاراضي الزراعيه. لا وكمان تالت حاجه لازم تخلي بالك منها ان حكومات عصر الدوله الوسطى وملوكها كانوا بيعملوا سدود علشان يحجزوا ميه الفيضان ويبداوا يستغلوها. زي ايه؟ اقول لك زي سد اسمه سد اللاهون، هنبدا نتكلم عنه باستفاضه كمان دقيقه واحده بس. رابع حاجه بتوضح لنا الاهتمام بالزراعه في مصر القديمه يا شباب هي ان احنا كان عندنا اداره حازمه وسليمه لبعض الطوارئ والازمات اللي كانت بتتعرض لها مصر في بعض العصور. واكبر دليل على كده هو ما ذكر في القرآن الكريم على قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما مصر مرت في عهده ب7 سنوات عجاف وغيره وغيره إلى آخر القصة. يبقى معنى كده أن رابع حاجة بتوضح لنا الاهتمام بالزراعة هي الإدارة السليمة الحازمة اللي بتواجه بعض الأزمات وتبدأ تحط خطط واستراتيجيات جديدة للطوارئ. وخامس حاجة وآخر حاجة بتوضح الاهتمام بالزراعة وهي إن كان بيكون عندنا إدارات علشان تشرف على مشروعات الري وعلى الزراعة. إدارة يعني إيه؟ يعني مجموعة من الموظفين بيختصوا بحاجة معينة. كان عندنا مثلا إدارة لمسح الأراضي تبدأ تعرف مساحة الأراضي الزراعية قد إيه. عندنا إدارة للري بتشرف على مشروعات الري. إدارة محلية في الأقاليم يعني إيه؟ يعني إحنا كان عندنا 42 إقليم يا شباب، كل إقليم بيكون فيه إدارة خاصة بالزراعة يعني تهتم بالزراعة في الإقليم ده. وكمان كان عندنا إدارة معينة للزراعة تشرف على كل اللي احنا قلناه. يبقى معنى كده إن احنا عندنا الحكومات في مصر زمان كانت بتهتم بالزراعة. أكثر الحكومات اهتماما بالزراعة هي حكومات عصر الدولة الوسطى. طب مستر انت قلت لي هنا من شوية إن خلال عصر الدولة الوسطى بنينا سد اسمه سد اللاهون، ما تكلمناش عنه. تعالى سد اللاهون يا شباب اللي عمله هو الملك امنمحات الثالث يعني عصر دولة وسطى. خلي بالك ان انت عندك الملك امنمحات الثالث عمل لك سد اللاهون هنا بالظبط عند مدخل منخفض الفيوم قريب من قرية اسمها قرية اللاهون، لذلك اتسمى باسم سد اللاهون. طب ثواني، هو ليه الملك امنمحات الثالث عمل سد هنا عند منخفض الفيوم؟ اقول لحضرتك علشان يمنع ميه الفيضان ان هو يغرق الاراضي الزراعيه. لا وكمان علشان نحجز وراه الميه ونبدا نستخدمها وقت الحاجه. وبدا بقى الملك امنمحات الثالث اول ما تم انشاء سد اللاهون يعمل جسور وترع وغيره. ولكن النتائج المترتبه على سد اللاهون في غايه الاهميه. ليه؟ لان احنا لما عملنا سد اللاهون قدرنا بفضل الميه اللي حجزناها وراه ان احنا نستصلح 27,000 فدان في منخفض الفيوم، ودي احنا بنقول عليها نتائج اقتصاديه. لا وكمان اول ما تم انشاء سد اللاهون بدأنا نعمل مدن جديده حوالين بحيره اسمها بحيره موريس اللي هي النهارده بحيره قارون، ودي نتائج عمرانيه. يعني معنى كده
كده يا مستر ان احنا عندنا سد اللاهون النتائج المترتبة عليه نتائج اقتصادية ونتائج عمرانية؟ ايوه، سد اللاهون اتعمل امتى؟ عصر دولة وسطى. ده يوضح لك ايه؟ اهتمام الحكومات بالزراعة، خاصة حكومات عصر الدولة الوسطى. اوعى تنسى النتائج الاقتصادية والعمرانية اللي ارتبطت عندنا بمشروع سد اللاهون علشان في غاية الأهمية. طب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن آخر حاجة معانا في الزراعة، وهي تربية الحيوانات والصيد. عايز أقول لكم يا شباب إن مصر زمان كان عندها ثروة حيوانية ضخمة جدا، عكس بقى النهاردة إن كيلو اللحمة يوصل ل 300 و400 جنيه. دي حاجة جديدة علينا إحنا كمصريين. زمان يا شباب كان عندنا ثروة حيوانية كبيرة جدا، خاصة في الدلتا، يعني في الوجه البحري، وما تنساهاش. عذرا يا شباب. طيب مستر، هو احنا ليه كان عندنا ثروة حيوانية كبيرة في الدلتا او في الوجه البحري عموما؟ اقول لحضرتك بسبب المراعي الطبيعية اللي كانت موجودة، يعني الحشائش اللي كانت موجودة واللي الحيوانات بتتغذى عليها. طب هو اي حد زمان كان بيرعى الحيوانات دي؟ اقول لك لا، ده اللي كان بيرعى الحيوانات دي يا شباب في الوجه البحري هم مجموعة من الرعاة المحترفين. يعني معنى كده ان احنا عندنا رعاية الماشية اللي هي الحيوانات ظهر فيها الاحتراف. اقول لحضرتك الاحتراف مش ان احنا نروح من نادي النادي، لا، الاحتراف هنا المقصود بيه ان مجموعة من الرعاة المحترفين هم اللي كانوا بيقوموا على رعي الحيوانات. طيب ايه هي بقى يا ترى اهم الحيوانات اللي المصري القديم كان بيهتم بتربيتها؟ اقول لحضرتك احنا عندنا الابقار، ودي احتلت المرتبة الاولى. طب ليه احتلت المرتبة الاولى؟ ده بسبب تعدد فوائدها، ليها فوائد كتير بقدر اخد منها البان وجلود وغيره. يبقى البقر احتل المرتبة الاولى، وده بسبب تعدد فوائده. كمان كان عندنا الاغنام والماعز، وكمان يا شباب كان المصري القديم بيهتم عندنا بتربية الطيور زي بط ووز ودجاج وغيره. اوعى تقفل الفيديو وتروح تاكل، شايفك. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا اهم الحيوانات، وكمان ما تنساش ان المصري القديم كان بيعتني بتربية النحل. اوعى تنسوا يا شباب ان انت عندك المصري القديم كان معروف حبه للحيوانات زمان. طب ثواني، هو المصري القديم اصلا كان بيربي الحيوانات دي كلها ليه؟ ايه هي اهمية الثروة الحيوانية بالنسبة له؟ اقول لك كان بيستخدمها عندنا في اعمال الزراعة واعمال النقل، زي ما هنعرف كمان شوية واحنا بنتكلم عن انواع النقل في مصر زمان. كمان المصري القديم كان بينتفع بكل حاجة فيها تقريبا، الصوف والوبر اللي هو الشعر بتاعها والجلود والألبان وغيره. طيب تعالى بقى نبدأ دلوقتي نتكلم عن الصيد في مصر زمان. خلي بالكم يا شباب ان انت عندك الصيد في مصر زمان كان متعدد. يعني ايه؟ يعني ما كانش عندي نوع واحد من الصيد، لا، ده انا كان عندي 3 صيد بقول عليه صيد البر، وبعد كده صيد الطيور، واخر حاجة صيد الاسماك. طب واحدة واحدة بس، هو يعني ايه صيد البر؟ صيد البر معناه ان الواحد يطلع في رحلة للصحراء علشان يصطاد اي غزلان او اسود. طب مستر، هو مين اللي هيعمل الموضوع ده؟ هل الطبقة الفقيرة مثلا؟ اقول لحضرتك استحالة. ليه؟ لان صيد البر ده ما كانش ليه اي لازمة اقتصادية اصلا. يعني احنا بنطلع علشان نرفه بس على نفسنا. يعني معنى كده ان صيد البر ده المصري زمان ما كانش بيهتم بيه بسبب ايه؟ تقول لي عدم جدواه الاقتصادية، ملوش لازمة. يعني مش هصطاد غزالة او اسد واروح ابيعه حد هيشتري مني او يقيده معايا باي حاجة. يبقى صيد البر يا شباب كان بيقوم على صيد الحيوانات من الصحراء زي الغزلان والاسود. عامة الشعب الطبقة الفقيرة ما كانتش بتهتم به. ليه؟ لانه لم يكن وسيلة لكسب العيش. امال ده كان ايه؟ اقول لك ده كان رياضة لعلية القوم، يعني الناس الاغنياء. مستر، هو ده يوضح لي تمييز طبقي في المجتمع؟ اقول لك اكيد. عندنا طبقة مش شايفة قدامها وبتطلع في الصحراء علشان تصطاد غزلان واسود، وطبقة تانية مطحونة وطالع عينها. يبقى صيد البر يا شباب بيظهر التقسيم والتمييز الطبقي في المجتمع. طب ده اول صيد. التاني اقول لك صيد الطير، وده ما كانش بيحتاج لمجهود كبير. زي ايه مثلا؟ اقول
اقول لك زي صيد السمان وصيد البجع، تفضل قاعد في حته عشه كده مستني السمان او البجع يقرب عليك تخبطه وتطلع على طول تجيبه وتروح. يبقى صيد الطيور لم يكن يحتاج الى مجهود كبير. اخر حاجه وده صيد اعتمدت عليه الطبقه الفقيره بشكل يومي تقريبا. ليه؟ علشان بيلبي احتياجاتها من الغذاء، وهو صيد الاسماك. نصطاد بقى من ترع، من نيل، من بحيرات، مش مشكله، ولكن اوعى تنسى ان الصيد ده اعتمدت عليه الطبقه الفقيره. يبقى طبقه عليا دي استخدمت صيد البر علشان ترفه عن نفسها، ولكن الصيد اللي اعتمدت عليه الطبقه الفقيره تقول لي على طول هو صيد الاسماك. خلي بالكم يا شباب ان صيد الاسماك انتشر زمان ما بين المصريين لاسباب اقتصاديه، ودي معناها الطبقه الفقيره اللي مش لاقيه تاكل، وكمان لاسباب اجتماعيه، وهو ان المصريين متقسمين لطبقات، طبقه غنيه وطبقه وسطى وطبقه دنيا اللي هو عامه الشعب. يبقى تخلي بالك من الجزئيه دي، هتلاقينا في الملزمه حاطين لك تحت كل جزئيه نواتج التعلم بتاعتها وبندخلها لك في الشرح. يبقى انتشر صيد الاسماك بشكل كبير عند المصريين القدماء. ليه؟ تقول لي لاسباب اقتصاديه وكمان اسباب اجتماعيه. وكده اللهم لك الحمد نكون خلصنا اول جزئيه معانا وهي الزراعه. طب تعالى بقى دلوقتي نبدا نتكلم عن تاني حاجه معانا وهي الصناعه. انا قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى ادى للمصريين موارد طبيعيه كتير، عندنا نهر النيل، وعندنا تاني حاجه الاحجار والمعادن اللي هي الثروه المعدنيه. هيبدا المصري القديم يا شباب يستغل الثروه المعدنيه دي في تاني مجال معانا وهو مجال الصناعه. طب واحده واحده كده ونبدا نعرف احنا هنتكلم في ايه في الحياه الصناعيه عموما. اقول لك هنبدا نتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه انا هبدا اتكلم عليها هو الصانع المصري، كمان هبدا اعرفك دور الدوله في تنميه الصناعه، واخر حاجه انا هبدا اعرفك ايه هي انواع الصناعات اللي المصري القديم توصل ليها. اول حاجه هنبدا نتكلم عليها يا شباب وهي الصانع المصري، وهنا اصحى علشان فيها حاجه مهمه. خلي بالك ان زمان كان المصري القديم بيورث الصنعه من ابوه او من جده، ويبدا المصري القديم يشتغل فيها لغايه ما ربنا يكرمه ويتجوز ويجيب عيال، ويبدا يورث الصنعه دي لايه؟ لابنائه. يعني معنى كده ان احنا كان عندنا زمان توارث في الصناعه. اقول لك طب هو توارث الصناعه ده ساعد في حاجه؟ يعني اقول لك ده ساعد على اتقان الحرفه. يعني المصري خلاص بقى متمكن من الحرفه دي بسبب توارثها من جيل لجيل. يعني معنى كده ان اتقان الحرف ده ارتبط عندي بالجانب الايه؟ الاجتماعي، وهو توريث الحرفه من جيل الى جيل. يبقى تخلي بالك منها علشان دي مهمه جدا يا شباب. اوعى تنسى ان الاتقان في الصناعه المصري القديم وصل له بسبب ايه؟ بسبب التوارث، وده احنا بنقول عليه ايه؟ هدف او غرض اجتماعي. طيب اوعى تنسى كمان ان المصري القديم زمان كان ليه الحق ان هو يزاول اي حرفه او مهنه من غير ما حد يقول له انت بتعمل ايه، ولا حتى كمان يعترضه. وكمان الخبره والكفاءه بتاعت بعض العمال زمان يا شباب وصلت ان هم بداوا يعرفوا سر المواد الخام اللي هم بيستخدموها. يعني لو مثلا بيستخدموا الاخشاب يبداوا يعرفوا السر بتاعها، ويبداوا يشكلوا الخشب لحاجات كتير، ما يصنعوش منه حاجه واحده. يعني معنى كده ان تعدد الصناعات للغرض الواحد او من الماده الخام الواحده ده بيدل على ايه؟ تقول لي ده بيدل على ان المصري القديم عرف سر الماده الخام اللي هو بيستخدمها. وهبدا كمان شويه اعرفك واديك عليها سؤال في غايه الاهميه. طب تعالى بقى دلوقتي نبدا نتكلم عن تاني حاجه معانا وهو دور الدوله في تنميه الصناعه. هو زمان الدوله كانت بتهتم بالزراعه ولا بالصناعه؟ اقول لك بالاتنين، لا وكمان بتهتم بالتجاره. ليه؟ لان التلاتة اساس الاقتصاد المصري. طب واحده واحده بس كده وعرفني هو ازاي الحكومات زمان اهتمت بالصناعه. اقول لك بدات الحكومات تهتم باستخراج المعادن، يعني التعدين
وخلي بالك ان اغلب الحكومات يا شباب كانت بتبعت عندك بعثات للتعدين سواء في الصحراء الشرقية او حتى لشبه جزيرة سيناء، ويبدأ عندك الملوك والحكام يأمنوا ويوفروا الامن والحماية للبعثات اللي هم بيبعتوها دي، علشان مفيش اي مفترس يتعرض ليهم او قاطع طريق او غيره. كمان يا شباب الملوك زمان كانوا بيفتخروا قدام وزرائهم وكبار الموظفين ان هم بيدوا للعمال حقوقهم وما بيشغلوهمش بالسخرة. سخرة يعني ايه؟ السخرة دي معناها ان الصانع يفضل شغال وطلعان عينه من غير اي مرتب، من غير اي عائد ليه. يبقى زمان الملوك كانوا بيفتخروا ان هم بيدوا للعمال حقوقهم وبيمنعوهم من السخرة. واوعى تنسى ان حقوق العمال دي يا شباب كانت بتصرف ليهم على هيئة مخصصات عينية. عينية يعني ايه؟ يعني ما كانوش بياخدوا مرتب نقود. اقول لك انت نسيت ولا ايه؟ ما المصري القديم لم يعرف سك العملة. مخصصات عينية هنا دي معناها ان الصانع بياخد له مثلا مجموعة من محصول معين، يعني شوية قمح مثلا او اسماك او ايا كان. يبقى تخلي بالك ان الدولة اهتمت بالصناعة، والدليل على كده الثلاث نقط دول. طيب يلا بينا دلوقتي يا شباب مع بعض نبدأ نتكلم عن أهم الصناعات اللي المصري القديم توصل ليها. أول صناعة هبدأ أتكلم عليها وهي الصناعات الحجرية. اوعى تنسى ان الصناعات الحجرية دي يا شباب تعتبر اقدم انواع الصناعة. اقدم انواع الصناعة طب ثواني، هو المصري القديم اصلا كان بيصنع ايه من الحجر؟ يعني كان بيشكل الحجر ويعمل منه ايه؟ اقول لك كان بيعمل منه التماثيل والاواني، ودي مهمة، التوابيت. قلت لي مهمة ليه؟ لان هيتكرر ذكرها كمان شوية دلوقتي مرتين ونربطهم الثلاثة ببعض. يبقى اقدم صناعه تقول لي صناعه حجريه، صنعنا من الحجر ايه؟ على طول تماثيل واواني وتوابيت. عندنا بعد كده يا شباب صناعه ارتبطت بنهر النيل، يعني ارتبطت بالبيئه الفيضيه. ثواني يا مستر، ايه هي الصناعة اللي ارتبطت بنهر النيل؟ اقول لك صناعات فخارية. الصناعة دي يا شباب اعتمدنا فيها على مادة خام نهر النيل هو اللي جايبها لنا، وهي مادة الغرين او الطمي زي ما احنا بنقول عليها. طب هو المصري القديم صنع ايه من الطمي؟ اقول لك صنع منه التماثيل والاواني والطوب اللبن اللي كان بيستخدمه في بناء بيوته وغيرها وغيرها وغيرها. يعني معنى كده لما اقول لك ارتبط بناء المصري القديم لمنازله بالبيئة نقط، تقول لي بالبيئة الفيضية اللي هي مادة ايه؟ مادة الغرين او الطمي اللي المصري القديم كان بيصنع منها الطوب اللبن. عندنا كمان يا شباب صناعة المصري القديم سبق العالم كله ليها، وهي الصناعات الزجاجية. ثواني، هو المصري القديم كان بيصنع الازاز ازاي؟ اقول لك كان بيعتمد على بيئته الصحراوية. بيئته الصحراوية طب ازاي؟ اقول لك كان بيجيب الرمال البيضاء من الصحاري المصرية ويبدأ يستخدمها في صناعة الزجاج. يبقى اوعى تنسى ان البيئة الصحراوية المصري القديم اعتمد عليها في الصناعات الزجاجية. كان بيجيب الرمل ويبدأ يسخنه يا شباب لغاية ما درجة حرارته تعلى جدا، ويبدأ المصري القديم يشكله ويعمل منه الازاز. طيب عندنا كمان صناعة وهي الصناعات المعدنية. خلي بالك ان المصري القديم عرف انواع كتير من المعادن، هنتكلم بس عن حاجتين وهي الذهب والفضة. ثواني، ذهب المصري القديم كان بيستخدمه في صناعة ايه؟ وفضة المصري القديم كان بيستخدمها في صناعة ايه؟ اقول لك الفضة مش هنتكلم عنها اصلا. ليه؟ لان هي كانت نادرة وكان استخدامها محدود جدا. اما بقى الذهب فالمصري القديم كان بيستخرجه من جبال البحر الاحمر، وكمان كان بيستورده من بعض الحضارات زي ما هنعرف كمان شوية واحنا بنتكلم عن التجارة. فبمعنى اصح كان الذهب موجود كتير، فيبدأ المصري القديم يستغل الذهب ده في ايه؟ في صناعة الحلي، ادوات الزينة، وكمان الاواني والاقنعة والتيجان بتاعت الملوك والتماثيل والتوابيت. زي ايه؟
ايه؟ اقول لك زي التابوت بتاع توت عنخ امون اللي منور النهارده المتحف المصري الكبير. يبقى معنى كده ان انا عندي التوابيت دي اتظهرت معايا في صناعتين اهي. اول حاجه وهي الصناعات الحجريه، تاني حاجه وهي الصناعات المعدنيه. طب انهي اندر واكثر قيمه، ذهب ولا فضه؟ تقول لي لا الفضه. ليه؟ كانت نادره وكان استخدامها محدود. عندنا بعد كده بقى يا شباب صناعات بنقول عليها صناعات خشبيه. ثواني، هو المصري القديم كان عنده غابات يقدر يقطعها ويستغل الاخشاب اللي فيها؟ اقول لك لا. امال قدر ازاي يصنع من الخشب وهو اصلا ماده خام مش موجوده عنده؟ برافو عليك. علشان كده هقول لك ان المصري القديم يا شباب في الصناعات الخشبيه اعتمد على مواد خام مستورده من الخارج. يبقى اوعى تنسى ان الصناعه اللي المصري القديم اعتمد فيها على مواد خام مستورده من الخارج هي الصناعات الخشبيه. لا وكمان هقول لك صناعه بس كمان شويه. اوعى تنسى ان المصري القديم كان بيستورد خشب الارز من فينيقيا زي ما هنتكلم دلوقتي ان شاء الله مع بعض في التجاره ونعرف. كمان كان بيستورد خشب اسمه خشب الابانوس من بلاد بونتو وكمان من شمال السودان. كمان المصري القديم كان بيصنع منهم السفن والاساس، ودي اللي هي التوابيت ما تنساهاش. يعني معنى كده ان احنا كان عندنا تعدد في المواد الخام اللي بنستخدمها في صناعة التوابيت. عندنا توابيت مصنوعة عندك من الأحجار، توابيت مصنوعة من المعادن، توابيت مصنوعة من الأخشاب. طب تعال نبدأ نتكلم بعد كده على صناعة مهمة جدا وهي الصناعات المأخوذة من نبات البردي. خلي بالك ان نبات البردي ده موجود على ضفاف نهر النيل. نبات البردي كان المصري القديم بيستخدمه في حاجات كتير. بيستخدم الورق بتاعه في بعض الصناعات وبيستخدم الساق بتاعته في بعض الصناعات. طب ثواني، الورق ده كان بيصنع منه ايه؟ اقول لك كان بيصنع منه ورق البردي اللي المصري القديم له السبق على العالم في صناعته. يعني معنى كده ان المصري القديم توصل لصناعتين العالم كله عرفهم من خلال المصريين، وهو الصناعات الزجاجية وكمان صناعات الورق من نبات البردي. طب كان بيستخدم بقى الساق بتاع نبات البردي في ايه؟ اقول لك كان بيصنع منه المراكب الخفيفة اللي بتمشي عندنا في نهر النيل، يعني نقل نهري زي ما هنعرف كمان شوية. كمان المصري القديم كان بيصنع منه السلال، السلة بتاعت الفواكه او العيش. كمان كان بيصنع منه الحبال والحصر والفرش. طب مستر، انا شايف كده ان المصري القديم صنع من نبات البردي حاجات كتير، هو ده دليل على ايه؟ اقول لك ده دليل على ان المصري القديم عرف سر المواد الخام اللي بيستخدمها. قلت لك من شوية هديك عليها مثال. يبقى يدل تعدد صناعات نبات البردي على ايه؟ تقول لي على وصول المصري القديم الى سر المواد الخام. طيب عندنا بعد كده صناعة بنقول عليها صناعة الغزل والنسيج، وهي ان احنا نبدأ نجيب مواد خام معينة زي مثلا الكتان او الصوف او الحرير ونبدأ نغزلهم. يعني ايه؟ يعني نعمل منهم خيوط ونبدأ ناخد الخيوط دي وننسجها، يعني نعمل منها منسوجات. يعني معنى كده ان المصري القديم استخدم عندك الكتان والصوف والحرير في ايه؟ تقول لي على طول في صناعة النسيج. طب مستر، هو مين اللي كان بيغزل علشان يطلع الخيوط من المواد دي ومين كمان اللي كان بينسجهم؟ اقول لك هنا يجي دور المرأة المصرية القديمة. يعني معنى كده ان النساء زمان كان لهم دور مهم في صناعة ايه؟ تقول لي على طول في صناعة الغزل والنسيج. النساء زمان كانت بتستخدم مغازل من الخشب علشان تغزل بيها الكتان والصوف والحرير وتعمل منهم خيوط.
الخيوط. وكمان بدأت تستخدم حاجة اسمها الأنوال اليدوية. ايه الأنوال دي؟ عبارة عن بتاع من الخشب كده مستطيل موجود فيها مسامير في كل مكان، وبنبدأ ندخل الخيوط من مكان للتاني لغاية ما نصنع منه النسيج. يبقى معنى كده ان هي استخدمت الأنوال، والأنوال دي يا شباب النهاردة موجودة في الريف المصري. معنى كده ان احنا النهاردة عندنا في الأرياف بنستخدم بعض الأدوات اللي المصريين زمان كانوا بيستخدموها. ايوه. طب ده دليل على ايه؟ اقول لك ده دليل على الاستمرارية. طيب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن آخر صناعة معانا علشان نحل سؤالين مع بعض وندخل على طول في التجارة. آخر حاجة معانا يا شباب وهي الصناعات الجلدية. اوعى تنسى ان المصري القديم يا شباب زمان عرف صناعة الجلود. كان بيجيب الجلد ويبدأ يدبغه. يعني ايه؟ يعني ينظفه ويخليه جلد ابيض سادة. ليه بقى؟ علشان يبدأ يستخدمه في بعض الصناعات، وهي الأحذية والمقاعد، أغطية الوسائد، الأرضية بتاعت العربات اللي كان المصري القديم بيركبها. ودي بقى اللي جاية المهمة، وهي قرب المياه. قرب المياه يعني ايه؟ يعني زمزمية مصنوعة من الجلد المصري القديم كان بيحط فيها المية ويبدأ يشربها. فين؟ في رحلاته الصحراوية. يعني معنى كده لو انا هنا جبت لك سؤال وقلت لك اعتمد المصري القديم اثناء صيد البر على احد الصناعات نقط، تقول لي الجلدية. ليه؟ لانه هو ماشي في صيد البر بيستخدم عندك قرب المياه في الشرب، وده سؤال مهم اوعى تنساه. طب انا دلوقتي اللهم لك الحمد خلصنا كده مع بعض الصناعة. تعال نبدأ نحل مع بعض كام سؤال قبل ما ندخل على اخر مجال معانا وهو التجارة. للمرة المليون بعتذر لكم جدا يا شباب، التعب مأثر عليا بشكل كبير. اول سؤال معانا يا شباب وهو تمثلت الاستفادة من مشروع سد اللاهون في عدة جوانب اهمها. هل يا ترى استخدمنا سد اللاهون في النواحي السياسية والدينية؟ لا. سياسية واقتصادية؟ برضو لا. اقتصادية وعمرانية؟ ايوه. احنا استفدنا من سد اللاهون في المجال الاقتصادي علشان استصلحنا 27,000 فدان، وكمان استفدنا منه في المجال العمراني علشان بنينا مدن حول بحيرة موريس. تاني سؤال معانا يا شباب وهو يرجع تنوع الغلات في مصر منذ القدم الى نقط. طبعا الغلة هنا المقصود بها المحصول، وانا قايل لك تنوع محصول يبقى على طول بسبب تنوع المناخ. يبقى هل يا ترى وفرة مية نهر النيل؟ لا. اختلاف درجة حرارة الفصول؟ ايوه هي دي. يبقى تاني حاجة تنوع الغلات بسبب ايه؟ تقول لي بسبب اختلاف درجة الحرارة في الفصول. ثلاثة، اي من الصناعات التالية اعتمدت على مواد خام مستوردة من الخارج؟ هل ورق البردي، زجاج، ملابس، اواني فخارية؟ مستر انت قلت لي ان المادة الخام اللي احنا كنا بنستوردها من الخارج هي الاخشاب، وقلت لي هديك كمان واحدة كمان شوية وما قلتهاش ليا. اقول لك هي هنا بقى معايا في السؤال وهي الملابس. طب ثواني يا مستر، الملابس ازاي؟ ما انت لسه شارح لي الغزل والنسيج وقلت لي ان المرأة المصرية كان ليها دور في الصناعة دي، وما كلمتنيش عن اي مادة خام بجيبها من الخارج. اقول لحضرتك ده سؤال ان شاء الله هتاخده بالظبط في درس الحياة الاجتماعية، لما تعرف ان احنا عندنا الفرعون وكبار الموظفين كانوا بيستوردوا ملابسهم من فينيقيا، ملابس من الحرير ومطرزة عندنا بالذهب وبالفضة. لذلك انا جبت لك هنا السؤال علشان اربطه لك بالصناعة. يبقى اي من الصناعات التالية اعتمدت على مواد خام مستوردة من الخارج؟ يا اما الاخشاب يا اما الملابس. عندنا اخر سؤال معانا يا شباب وهو استغل المصري القديم بيئته الفيضية للوصول الى صناعة ميزته عن باقي حضارات العالم القديم. من شوية قلت لك ان البيئة الفيضية المصري القديم استخدمها في الصناعات الفخارية، وكمان وانا بتكلم عن صناعات نبات البردي قلت لك ان نبات البردي ده بينمو عند نهر النيل، يعني بيئة فيضية برضه، يبقى ورق البردي. يبقى يا شباب ما تنسوش ان المصري القديم استخدم البيئة الفيضية بتاعته في صناعات فخارية وكمان في ورق البردي لو ما لقيتش الصناعات الفخارية. طب تعال نبدأ نتكلم دلوقتي عن آخر مجال معانا وهو مجال التجارة.
خلي بالك ان التجارة المصري القديم اعتمد فيها على الموقع الجغرافي بتاعه وعلى السواحل، سواء اللي بتطل على البحر المتوسط او حتى اللي بتطل على البحر الاحمر. خلي بالكم بقى يا شباب ان المصري القديم من خلال الموقع بتاعه قدر ان هو يتواصل مع كل الحضارات، وتصبح مصر بفضل الموقع بتاعها مركز مهم جدا سواء حضاريا او تجاريا مع كل المناطق المحيطة بيها. طب هو احنا هنبدأ نتكلم في ايه اصلا عن التجارة؟ اقول لك هنبدأ نتكلم عن التجارة الداخلية، وهنبدأ نتكلم عن التجارة الخارجية، وهنبدأ كمان نتكلم عن دور الدولة في تنمية التجارة، ونعرف هل كان في اي تواصل ما بيننا وما بين الحضارات اللي حوالينا وخاصة في افريقيا ولا لا. طب تعالى كده واحدة واحدة نبدأ نمسك مع بعض التجارة الداخلية. خلي بالك ان التجارة الداخلية دي معناها البيع والشراء اللي بيتم ما بين القرى والمدن المصرية. وما تنساش ان المصري القديم في التجارة الداخلية اعتمد بشكل كبير على نهر النيل. ليه؟ لان نهر النيل ده هو اللي بيربط ما بين القرى والمدن المصرية كلها. طب مستر، هو يا ترى زمان في التجارة الداخلية كان عندنا اي عملة معدنية بنتبادل بيها؟ اقول لك لا. زمان كانت التجارة يا شباب قايمة على مبدأ المقايدة. مقايدة يعني ايه؟ يعني بنبدل سلعة بسلعة تانية. بس ثواني، ده كده ممكن واحد يغش التاني. اقول لك لا، ما تقلقش. زمان كان في ثقة في المعاملات التجارية وأمانة ما بين التجار. طب ليه يعني؟ ايه اللي خلى المصريين يثقوا في بعض للدرجة دي؟ اقول لك لان زمان المصري القديم كان بيعتمد على بعض اقوال الحكماء، اللي هو ما تغشش في التجارة، اللي هيغش تمقته عين الاله مثلا، يعني الاله يغضب منه. بعض اقوال الحكماء اللي بتقول ما تخليش الميزان بتاعك يكون اكفأ من التاني، وهكذا في بعض الأقوال. يعني معنى كده ان زمان المصري القديم كان بيسترشد بحكم ووصايا اخلاقيه من اللي قايلها الحكماء. لا تقول لي بقى حكام ولا وزراء ولا غيره. يبقى اوعى تنسى المعلومه دي علشان في غايه الاهميه. في الامتحان يجيب لك مثلا جزئيه زي دي، يقول لك من وصايا المصري القديم لا تجعل الميزان غير متوازن، ولا تغش في القمح مثلا او اي سلعة تانية. تعبر هذه المقولة عن استرشاد المصري القديم باقوال نقط، ويجيب لك الفرعون، كبار الموظفين، حكام الاقاليم ولا الحكماء. على طول تطلع تجري تختار الحكماء. طب دي اول حاجة وهي التجارة الداخلية. تعال نبدأ نتكلم مع بعض عن تاني حاجة وهي التجارة الخارجية. خلي بالكم يا شباب ان مصر منذ عصر الدولة القديمة وهي تقريبا عاملة نشاط تجاري مع كل الحضارات اللي موجودة حواليها، سواء بقى في قارة آسيا من بلاد العراق، وكمان عندنا بلاد فينيقيا، أو حتى قارة أوروبا زي حضارة شمال السودان وحضارة بلاد بنطو وغيره. يعني معنى كده إن مصر يا شباب من زمان، من أيام عصر الدولة القديمة، كان ليها نشاط تجاري مع كل الدول والحضارات اللي حواليها. طب تعالى واحدة واحدة كده نبدأ نتكلم عن أهم التواصل التجاري ما بين مصر وما بين الحضارات اللي انت قلت عليها من شوية. تعالى اول حاجة هنبدأ نتكلم عن العلاقات التجارية ما بين مصر وما بين فينيقيا، ودي احنا بنقول عليها الاقليم السوري. يعني معنى كده ان هي موجودة عندنا في قارة ايه؟ اسيا. خلي بالكم يا شباب ان العلاقات التجارية ما بين مصر وما بين فينيقيا بدأت عندنا من ايام عصر الدولة القديمة، وتحديدا من ايام الملك سنفرو اللي هو بالمناسبة مؤسس الأسرة الرابعة. الملك سنفرو يا شباب أرسل لفينيقيا 40 سفينة كبيرة. ليه؟ علشان يجيب من هناك أخشاب اسمها أخشاب الأرز. يعني معنى كده إن هو كان رايح يجيب أخشاب الأرز علشان إيه؟ علشان الصناعات الخشبية. يبقى اوعى تنسى ارتبطت رحلة الملك سنفرو إلى بلاد فينيقيا لجلب المواد الخام المستخدمة في صناعة نقط، تقول لي على طول في الصناعات الخشبية. واوعى تنسى
تنسى ان انت عندك سوريا موجودة عندك على الطريق الشمالي الشرقي لمصر، ولكن مصر برضو يا شباب تجرت مع بعض المناطق اللي موجودة في غربها، وهي دولة اسمها دولة ليبيا. مستر، هو ليبيا من زمان كده كان في ما بيننا وما بينها نشاط تجاري؟ اقول لحضرتك ايوه. طب ليه؟ كنا بنجيب منهم ايه؟ اقول لحضرتك كنا بنستورد منهم الزيوت، خاصة زيت الزيتون، وكمان كنا بنستورد منهم الماشية. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ان مصر تجرت مع حضارة موجودة في شمالها الشرقي، وهي الحضارة الفينيقية. بدأت العلاقات التجارية ما بين مصر وفينيقيا امتى؟ تقول لي على طول منذ عصر الدولة القديمة. كمان مصر تجرت مع غربها، مع حضارة موجودة في غربها وهي ليبيا. استوردنا منهم ايه؟ تقول لي على طول الزيت، زي زيت الزيتون، وكمان الماشية. طب تعال نبدأ نتكلم عن العلاقات التجارية اللي تمت ما بين مصر وما بين المناطق اللي موجودة في جنوبها، وهي المناطق اللي موجودة في قارة افريقيا. خلي بالك ان انا هبدأ اكلمك اول حاجة عن حضارة قامت في شمال السودان قديما، اللي هي حضارة بنقول عليها حضارة كوش. خلي بالكم ان المصريين زمان يا شباب كانوا بيتاجروا مع شمال السودان تجارة كبيرة جدا، بنستورد منهم حاجات كتير وكمان بنصدر لهم حاجات كتير. طب يا ترى بنستورد منهم ايه وبنصدر لهم ايه؟ تعالى اقول لك، المصريين كانوا بيصدروا لهم المصنوعات النحاسية، يعني الاواني وغيرها اللي مصنوعة من النحاس. كمان بيصدروا لهم الاسلحة والمنسوجات والحبوب والكتان، وكمان الاواني سواء اللي مصنوعة من الفخار او حتى المصنوعة من الحجر. ده كله كنا بنصدره. امال كنا بنستورد منهم ايه؟ اقول لك كنا بنستورد منهم البخور والعطور والمواد اللي كان المصريين زمان بيستخدموها في تحنيط الموتى، وكمان الكروم اللي هو العنب، والزيوت وخشب الابانوس والعاج، واوعى تنسى اللي جايه دي، الذهب. ليه؟ لانه احيانا بيجيب لي صوره موجود فيها صناعات معدنيه ويقول لي ارتبطت هذه الصناعات بالمواد الخام المستورده من نقط. ساعتها ما تقولش لا ده المصري كان عنده الذهب هنا في بلده، لا، تطلع تجري على طول وتختار شمال السودان. يبقى احنا كده فهمنا ان احنا كنا بنصدر لهم حاجات وكمان كنا بنستورد منهم حاجات. يعني معنى كده ان احنا كان عندنا ما بيننا وما بينهم تواصل، يعني معنى كده ان هم اكيد اتأثروا بينا. اقول لك برافو عليك، ده انت عندك حضارة شمال السودان اللي هي كوش اتأثرت بالمنتجات بتاعتنا تأثر كبير جدا، لدرجة ان هم بدأوا يقلدونا في ايه؟ اقول لك بدأوا يستخدموا الاقمشة اللي احنا بنستخدمها، كمان بدأوا يستعملوا الخرز في زخرفة الملابس بتاعتهم زي ما احنا كنا بنعمل بالظبط. واوعى تنسى الجزئية اللي جاية دي علشان مهمة. المدينة اللي كان بيروح لها التجار المصريين واللي كان بيروح لها التجار من شمال السودان واللي كانت تعتبر مركز للتبادل التجاري ما بيننا وما بينهم هي مدينة أسوان. خلي بالك منها علشان مهمة، مدينة اسمها مدينة أسوان. طب اشمعنى يعني مدينة أسوان هي اللي كانت مركز تبادل تجاري ما بيننا وما بينهم؟ أقول لك ده بسبب عوامل جغرافية. بسبب ايه يا شباب؟ عوامل ايه؟ جغرافية. يعني ايه عوامل جغرافية؟ يعني قرب مدينة أسوان من حضارة شمال السودان. يبقى اوعى تنساها علشان دي مهمة. المركز التجاري ما بيننا وما بينهم كان مدينة أسوان، وده بسبب عوامل جغرافية. خلي بالكم بقى يا شباب ان انت عندك شمال السودان بدأنا نتاجر ما بيننا وما بينهم من ايام عصر الدولة القديمة، وتحديدا من ايام عصر الأسرة السادسة. طب ليه؟ لان بدأ ملوك الأسرة السادسة يبعتوا بعثات تجارية الى شمال السودان، وعلشان الرحلات دي يا شباب كانت مهمة جدا، ما كانش اي حد بيقود البعثة التجارية اللي رايحة شمال السودان، لا، ده اللي كان بيقود البعثات التجارية دي كبار الموظفين. خلي بالك من اشهر رؤساء
رؤساء البعثات اللي كانوا بيروحوا لبلاد شمال السودان هو واحد اسمه حرخوف. حرخوف ده يا شباب كان يعتبر أعظم رحالة في عصر الدولة القديمة. يبقى معنى كده يا شباب إن إحنا عندنا من أيام عصر الأسرة السادسة في علاقات تجارية كبيرة وتواصل ما بيننا وما بين شمال السودان. طب هل يا ترى كان في أي بعثات تجارية تانية إلى بلاد إفريقيا؟ أقول لك عندنا بعثات تجارية قامت وراحت إلى بلاد بونط اللي هي النهاردة الصومال. خلي بالك ان التجارة ما بيننا وما بين بلاد بونط بدأت برضو من ايام الدولة القديمة، ولكن ازدهرت وكبرت العلاقات التجارية ما بيننا تحديدا في عصر الدولة الحديثة، تحديدا اكتر في عصر الاسرة ال18 في عهد ملكة اسمها الملكة حتشبسوت. طب ليه؟ اشمعنى؟ اقول لك والله لان الملكة حتشبسوت ارسلت لبلاد بونط 5 سفن كبيرة. ليه؟ علشان يجيبوا من هناك حاجات كتير مصر كانت محتاجاها في الوقت ده. الرحلة دي كانت عام 1495 قبل الميلاد. طب مستر هو احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ اقول لك عرفناها عن طريق نقش، يعني مادة اولية عرفناها عن طريق نقش. النقش ده موجود فين؟ اقول لك موجود في معبد حتشبسوت في الدير البحري في الاقصر. يعني معنى كده ممكن يربط لي الاتنين ببعض، المصادر الأولية ورحلة الملكة حتشبسوت. بالتأكيد يجي لك السؤال كالآتي: يمكن معرفة بعض المعلومات الخاصة برحلة الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونط من خلال نقط، ويقول لي استراقة ولا نقوش ولا كتابات فلاسفة مثلا ولا عملة معدنية. اختار ايه؟ طبعا تختار النقوش. ليه؟ لأن رحلة الملكة حتشبسوت منقوشة على المعبد بتاعها في مدينة الأقصر. خلي بالكم يا شباب ان النقش بتاع الملكة حتشبسوت في الدير البحري بيقول ان السفن دي ما كانتش راجعة فاضية، لا ده السفن دي رجعت وهي محملة بمحاصيل زراعية نادرة، وكمان أخشاب الأبانوس اللي احنا خدناها واحنا بنتكلم عن الصناعات الخشبية، كمان راجعة معايا بالعاج وأشجار البخور والعطور وحيوانات نادرة زي الزراف والقردة والفهود وغيره. يبقى معنى كده ان احنا كان عندنا تواصل ما بيننا وما بين قارة افريقيا. التواصل ده تواصل اقتصادي في المقام الاول وبعد كده تواصل حضاري. يبقى احنا دلوقتي يا شباب اتكلمنا عن اهم الحضارات اللي المصري القديم كان بيتاجر معاهم. ايه تاني في التجارة لازم اعرفه؟ اقول لك خلي بالك ان مصر بدأت نشاطها التجاري امتى؟ من ايام عصر الدولة القديمة، ولكن ازدهر النشاط التجاري وتوسع خلال عصر الدولة الحديثة. ليه؟ لان مصر اصبحت امبراطورية كبيرة، فبدأت مصر تتاجر مع حضارات كتير ومناطق تانية اول مرة التجار المصريين يوصلوا لهم. زي ايه مثلا؟ اقول لك والله مصر في الوقت ده بدأت تعمل نشاط تجاري مع جزر البحر المتوسط زي جزيرة كريت وغيره، واللي هنبدأ نتكلم عنهم ان شاء الله في الترم الثاني تحديدا اكتر واحنا بنتكلم عن الحضارة اليونانية، ونعرف ان جزيرة كريت وغيرها من الجزر هي اللي نقلت الحضارات دي كلها وودتها للغرب، فتظهر هناك اول حضارة بقى وهي الحضارة اليونانية. الكلام ده كله ان شاء الله في الترم الثاني. خلي بالك ان احنا عندنا عصر الدولة الحديثة زي ما قلت لك ازدهر النشاط التجاري، ولكن اللي هيفاجئك ان في العصر المتأخر اللي احنا بنقول عليه عصر ضعف وفوضى العصر ده ظهرت فيه الأسرة ال26 اللي احنا بنقول عليها ايه؟ تقول لي برافو عليك عصر النهضة. اهو خلال عصر النهضة وتحديدا اكتر في عصر الملك نخاوي الثاني ابن الملك إبسماتيك الاول، في عهد الملك نخاوي الثاني بدأ ان هو يزود النشاط التجاري
ما بين مصر وما بين الحضارات اللي حواليها، وكمان بدأ ينشط حركة التجارة دي سواء البحرية أو حتى البرية. ويطلع عندك الملك نخاوي الثاني ويستعين ببعض الفينيقيين. مين هم الفينيقيين؟ دول سكان الشريط الساحلي بتاع لبنان وسوريا وفلسطين. الناس دي قاعدة جنب البحر، فعلشان كده علاقتها بالبحر كبيرة، ناس عارفة ازاي تقدر تستخدم السفن وعارفة الطرق البحرية بشكل كبير. يبدأ عندك الملك نخاو يستعين بيهم. ليه؟ علشان دول أهل خبرة. طب هيستعين بيهم في إيه؟ أقول لك علشان يجيبهم ويخليهم يلفوا حوالين قارة إفريقيا كده ويستكشفوها. طب الكلام ده كان إمتى؟ أقول لك الكلام ده كان سنة 600 قبل الميلاد. إيه ده؟ يعني المصريين عارفين الطريق ده اللي إحنا بنقول عليه طريق رأس الرجاء الصالح من سنة 600 قبل الميلاد؟ أيوة. فاكر في ثالثة إعدادي كنا بنقول لك إن الطريق ده اكتشفوا البرتغاليين. أهو هنا بقى هنعدلها لك ونقول إن المصريين اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح قبل البرتغاليين، لأن دي كانت أول محاولة في تاريخ الإنسانية لحد يلف حوالين قارة إفريقيا. يطلع الفينيقيين ويمشوا من هنا من عند خليج اسمه خليج الأوديسا اللي هو النهاردة خليج السويس، ويبدأوا يمشوا كده يا شباب من البحر الأحمر ويلفوا حوالين قارة إفريقيا ويرجعوا لمصر من هنا من عند مضيق اسمه مضيق جبل طارق. يعني معنى كده إن الفينيقيين خرجوا من شرق مصر ورجعوا من شمالها. أيوة. الكلام ده كان سنة كام؟ لسه قايل لك 600 قبل الميلاد. الملك نخاوي الثاني استعان له بالفينيقيين لأن هم أهل الخبرة، واوعى تنساها. خلي بالك إن الرحلة دي يا شباب استمرت تقريبا 3 سنين، ويرجع عندك الفينيقيين بخير كتير جدا جايبينه من الموانئ اللي وقفوا عندها وهم في رحلتهم حوالين قارة إفريقيا. يبقى احنا دلوقتي فهمنا إن علاقة مصر التجارية بالحضارات اللي حواليها بدأت منذ عصر الدولة القديمة. ازدادت امتى وازدهرت امتى؟ في عصر الدولة الحديثة. ده ليه؟ علشان مصر أصبحت إمبراطورية ضخمة. عرفتك إن في عصر الملك نخاوي الثاني اللي هو بينتمي للعصر المتأخر، تحديدا أسرة 26 اللي احنا بنقول عليها عصر النهضة، حصلت أول محاولة في تاريخ الإنسانية علشان نلف حوالين قارة إفريقيا. استعنا بالرحلة دي بمين؟ تقول لي بالفينيقيين. ليه؟ لأن هم أهل للخبرة. طب تعال نبدأ نتكلم عن آخر حاجة معانا يا شباب، وهي وسائل النقل ودور الدولة في تنمية التجارة. خلي بالك إن مصر زمان يا شباب كان فيها تنوع في وسائل النقل. يعني كان عندنا نقل نهري، كان عندنا نقل بحري، كمان كان عندنا نقل بري. النقل النهري باين من اسمه، بيعتمد على ايه؟ على نهر النيل اللي بيربط عندك شمال مصر بجنوبها. يبقى نقل نهري يا شباب تم من خلال المراكب الصغيرة واللي بالمناسبة بتتصنع عندك من نبات البردي او من الاخشاب. ليه؟ علشان نبدأ ننقل البضائع من الجنوب للشمال او العكس. تاني حاجة عندنا يا شباب وهي النقل البحري. النقل البحري ده تم عن طريق سفن ضخمة بتتصنع عندك من الأخشاب. خلي بالك إن أنت عندك النقل البحري ده معناه سفن ضخمة ماشية في البحار بتبدأ تتواصل مع الحضارات، يعني بنبدأ نبدل معاهم السلع التجارية. فده دليل يا شباب على إن النقل البحري هو اللي كان ليه الفضل في التواصل الحضاري ما بين مصر وما بين باقي الحضارات. يبقى نقل نهري ده اعتمد على نهر النيل، ننقل البضاعة عن طريق نهر النيل. نقل بحري اعتمد عندك على نقل التجارة او نقل البضائع عن طريق البحار، وده بيحقق لنا ايه؟ تقول لي على طول التواصل الحضاري. اخر حاجة معانا وهو النقل البري. خلي بالك ان النقل البري
البري ده يا شباب كان بيتم عن طريق الدواب بتاعت النقل، الحمير وغيره، او زحافات عربيه كده زي عربيه بابا نويل بيجرها عندك السيران الطور. ليه؟ علشان ينقلوا الاحجار من مكان للتاني. ولكن منذ عصر الدوله الحديثه يا شباب بدات تظهر عندك هنا في مصر عربات بتجرها الخيول. اوعى تنسى ان معنى كده وسائل النقل بدات تمشي بشكل اسرع خلال عصر الدوله الحديثه. يبقى اصبحت وسائل النقل اسرع امتى؟ تقول لي على طول في عصر الدوله الحديثه. يبقى احنا دلوقتي يا شباب اتكلمنا عن وسائل النقل عندنا في مصر، نهري وبحري وكمان بري. تنوع وسائل النقل ده كله ادى الى ايه؟ مش عايزه كلام، ازدهار التجاره سواء كانت داخليه او حتى خارجيه. طب يلا بقى بينا دلوقتي يا شباب مع بعض على اخر حاجه معانا، وهي دور الدوله في تنميه التجاره. خلي بالكم يا شباب، زي ما الملوك والدول اهتمت عندنا بالزراعه وبالصناعه برضو كانوا بيهتموا بالتجاره. طب يا ترى ايه الحاجات اللي عملوها بيوضحوا لنا من خلالها ان هم كانوا بيهتموا بالتجاره؟ اقول لك تعالى. اول حاجه كانت بتعملها عندك الحكومات والدول ان هم كانوا بيعملوا تحصينات على حدود مصر، يعني قلاع وحصون وناس واقفه بتامن. طب ليه ده كله؟ علشان يحسسوا التجار بالامن ويسهلوا عليهم حركه التجاره. طب دي اول حاجه. تاني حاجه يا شباب كان بيعملها عندك الحكام والملوك في الوقت ده ان هم كانوا بيعملوا ادارات خاصه ببعض الاشياء في التجاره. يعني ايه اداره؟ مجموعه من الموظفين ليهم مجال معين بس بيهتموا بيه. طب زي ايه؟ اقول لك زي اداره الجمارك والتجاره الخارجيه. الموظفين دول كانوا هم اللي بيحددوا الجمارك اللي بتتفرض على البضائع اللي هنصدرها او اللي هنستوردها. لا وكمان كان عندنا اداره اسمها اداره القوافل التجاريه. مجموعه من الموظفين عارفين كل قافله تجاريه هتتحرك امتى وجايه امتى ورايحه فين وجايه منين. كمان يا شباب كان الملوك بيبداوا يحطوا قوانين. ليه؟ علشان يظبطوا الاسواق ويحموا المعاملات التجاريه ما بين الناس، وكمان علشان يواجهوا اي غش يحصل في الاسواق. يعني معنى كده ان الملوك زمان والحكومات كانت بتستخدم انهي سلطه علشان تظبط الاسواق وتحمي المعاملات التجاريه وتمنع الغش؟ اقول لك كانوا بيستخدموا السلطه التشريعيه، وما تنساهاش. يبقى استخدم الملوك السلطه التشريعيه في ضبط الاسواق وحمايتها من الغش. كمان كان بعض الملوك يا شباب بيعملوا مشروعات مهمه كان لها دور مهم جدا في زياده النشاط التجاري. فاكر ابن محات الثالث عصر الدوله الوسطى، الراجل اللي اهتم بالزراعه وعمل لي سد اللاهون؟ ايوه ماله. اقول لك عندنا هنا واحد برضه من عصر الدوله الوسطى اهتم بالتجاره وعمل مشروعات مهمه ادت الى ازدهار التجاره. زي مين؟ اقول لك ده الملك سنوسرت الثالث عمل مشروعين في غايه الاهميه. اول مشروع عمله وهو حفر قناه بنقول عليها قناه سيزوستريس. ايه هي القناه دي؟ دي عباره عن قناه مائيه بتربط البحر المتوسط بالبحر الاحمر عن طريق نهر النيل. كان في معلومه هتاخدها في الجغرافيا يا شباب قبل ما تتلغي يعني، وهو ان فرع دمياط يصلح للملاحه النيليه. يعني ايه؟ يعني يصلح لحركه السفن لانه اوسع من فرع رشيد. ولكن المعلومه دي خلاص الجغرافيا اتلغت من عندك، فانت للاسف مش هتكون عارفها، فاحنا بنوضحها لك. ان زمان الملك سنوسرت الثالث حفر قناه اسمها قناه ايه؟ سيزوستريس. كان اللي جاي من البحر المتوسط يمشي هنا في فرع دمياط ومنه يطلع على القناه لغايه ما يوصل للبحر الاحمر. طب هو الملك سنوسرت الثالث عمل ليه قناه سيزوستريس؟ اقول لك علشان يسهل التجاره مع حضاره كانت موجوده اخر البحر الاحمر في الصومال، وهي
حضارة بلاد بونت. يبقى معنى كده ان قناة سيزوستريس اتعملت علشان نسهل التجارة مع بلاد بونت. كمان عندنا حاجة كمان يا شباب، وهو ان الملك سنوسرت الثالث عمل قناة فين؟ في صخور الجندل الاول. يعني الجندل الاول اللي موجود عند اسوان بدأنا نحفر فيه ونعمل قناة تعدي منه. ليه؟ علشان نسهل التجارة مع بلاد شمال السودان او حضارة كوش. وبكده يا شباب اللهم لك الحمد نكون خلصنا درس الحياة الاقتصادية. بعتذر جدا جدا لو كان جودة الصوت مش تمام او لو كان في قطع كتير في الفيديو، حقكم عليا جدا والله، ولكن بسبب التعب الشديد والبرد الشديد. ان شاء الله يا شباب هيكون موجود تحت الفيديو ملف PDF موجود فيه امتحان على درس الحياة الاقتصادية، يا ريت تحله. ولو محتاج اي حاجة، لو محتاج التصحيح او الاجابات او غيره، ابعت لنا على الارقام او على الرقم اللي هيكون موجود داخل الPDF، وان شاء الله هنرد عليك باسرع وقت. بعتذر لكم جدا تاني مرة يا شباب، وان شاء الله اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. دمتم موفقين.